مكانة المرأة المصرية القديمة، واحنا طبعا عارفين قد ايه مكانتها، وان هي كانت بتشارك في الحكم وربما كانت بتحكم لوحدها، وان هي ليها مكانة دينية رهيبة. وانا شفت في المعابد في الأقصر وأسوان قد ايه الرجل المصري يعني نقول مخلص لزوجته من خلال صورته جنب صورتها، ومن خلال الرسومات اللي احنا بنشوفها. طبعا اكيد انتم بتفهموها اكتر مننا في الدلالات، لكن دايما المرأة المصرية مكانة مميزة جدا منذ الحضارة المصرية القديمة. نتكلم عن الملكات والمرأة المصرية في الحضارة المصرية القديمة كانت عاملة ازاي؟ زي ما حضرتك قلت، يعني كاد يكون المواطن المصري وسط لنا مبادئ الإنسانية بكل نحوها. يعني فكرة اهتمام الرجل بالمرأة وتقديره ليها وسماحته ليها ان هي تحصل على كل الحقوق الخاصة بيها، سواء كانت هي لسه لم تتزوج كبنت لشخص مسؤول عنها كأب يعني، او حتى بعدها كزوجة او كأخ في معاملته اتجاه اخته بالتحديد. كل المفاهيم دي قدر يضعها بالتعبير عن مبادئ الإنسانية في مختلف الحضارات القديمة. فادها الأدوار المختلفة للعمل، ادها دخل ثابت كان ليها بالتحديد، شاركها معاه في كل أنماط حياته. كان بيحاول كمان يحطها في أماكن معينة أو أعمال معينة ما تبقاش شق عليها، بحيث ان هو عارف ان هي هتقوم بالادوار ديت، سواء بنقول رعايتها للابناء او فكره مشاركتها معاه ببعض المواضع البسيطه المتعلقه بالزراعه، او حتى لو احنا نظرنا زي التقرير ما اتعرض اللي هي بتشارك معاه في الحكم بصوره تبقى ظهر وسند ليه. ويمكن ده هو عبر عنه زي ما حضرتك قلتي في مفاهيم كتيره، سواء في النصوص او في التعبيرات التجسيديه للتماثيل. يعني بنشوف دايما رمسيس 2 كانت بتبقى معاني فرتاري، اخناتون كانت بتبقى معاني فرتيتي، حتى حتشبسوت لما اتسمح ليها ان هي تتولى القياده والسلطه، ده ما كانش متعارف عليه في مصر القديمه بالمعنى. يعني مصر حكمت حوالي 6 ملكات حكمتها بالتحديد، بس ده ما كانش اللي هو الدستور الاساسي، كان الرجل هو الاعتماد الاولي. ولكن رغم عن ذلك هي اثبتت كفاءه، مش ان هي كانت متخاذله او هي كانت مرحله انتقاليه، بالعكس ده مصر وصلت في وقتها لابعد درجات الاقتصاد من خلال رحلات بلاد بونت اللي خاضتها بالتحديد، واستجلابها وتعرفها على عدد من الاماكن اللي كانت مبهمه في حقول افريقيا مجازا والاطار بتاع الجنوب. بالاضافه ان هي ساهمت في التشييد المعماري، يعني هي عملت نفس المواضع اللي بيعملها اي رجل هيتولى السلطه كملك مجازا، من خلال بقى حتى هي وصلت بيها ان كل اللي انا عملته دوت ما اختلفش عنه في حاجه. فابتدت حتى تلبس الزي اللي هو يوحيلك بالرداء اللي هو الذكوري مش الاناثي، سواء في الدقن المستعاره او فكره عمل بعض التماثيل المعينه بشكل ما، بس دايما ما كانتش بتسيب فكره الجمال الانثوي. كانت دايما تحس ان التماثيل ظاهره جمالها الاخاذ، سواء في رسم او تكحيل العيون او فكره توريد الخدود وخلافه يعني.